ازيكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من زاك وركس دوت كوم. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك للردود على اسئلتكم. ودي حلقات فرعيه معموله مخصوص عشان اقدر اتواصل معاكم وارد على الاسئله اللي بتجيني على السوشيال ميديا وكلنا نستفيد من اجاباتها. أول سؤال معانا النهارده من إبراهيم الطباخ، بيقول: أولا أنا بحييك على نجاحك وربنا يزيدك يا رب. ثانيا أنا طبعا معايا دبلوم صناعي وعندي 25 سنة، بحب الكمبيوتر وبحب شغل التكنولوجيا وكده، فطبعا في ظروف البلد اللي حضرتك شايفها أنا قلت أتعلم حاجة أنا بحبها وتدخل لي فلوس كويسة أقدر أعمل بيها حاجة. ففكرت في مجالين أنا حابب أدخلهم ولقيت إن أنا ممكن أدي فيهم، هما البرمجة أو الجرافيك والتصميمات، وكمان هقدر أشتغل منهم حر، لأن زي ما حضرتك عارف الشركات أكيد مش هتشغل واحد في مجال من دول وهو دبلوم، لازم يكون تعليم عالي. سؤالي لحضرتك: هل ممكن في سني ده أتعلم الجرافيك وأعمل منه حاجة؟ وهل هو مجال ممكن اكسب منه كويس، ولا اقصر الطريق على نفسي واشوف اي شغلانه وخلاص؟ وانه طريق احسن، البرمجه ولا الجرافيك؟ معلش طولت عليك بس نصيحتك هتفرق معايا جدا. اسمح لي انا اللي احييك على صراحتك وطموحك، واحب اقول لك ان اتكلمت عن ده فعليا في فيلم احلم لنفسك، ومؤمن جدا ان التعليم اللي بيتفرض علينا حاجه ورغبتنا الشخصيه واحلامنا حاجه تانية خالص. وردا على اسئلتك بالنسبه للسؤال الاول، احب اقول لك ان التعليم ملوش سن. انا اعرف حد معروف في مجالنا اجنبي من اوروبا بدا يتعلم كمبيوتر اصلا وهو عنده 45 سنه مش 25، وهو دلوقتي عنده 55 سنه ومن اشهر مصممين الموشن في بلده وبيعلم الناس كمان. وهنروح لبعيد ليه؟ انا شخصيا بدات اتعلم المجال وانا عندي 14 سنه. ده يخليك تعرف ان السن عمره ما كان مقياس، لو الرغبه والاصرار والموهبه موجودين يبقى تمام. العمر بيتقاس بالعقل وبالانجازات اللي الواحد مننا بيحققها في حياته، مش بعدد الايام اللي بنعيشها. انسى السن خالص يا ابراهيم. وبالنسبه للفلوس، لو بتدور على الفلوس بلاش مجال الجرافيكس، لان في حاجات كتير بتتحكم في موضوع المكسب ده، هتكلم عنها ان شاء الله تفصيليا في زاك توك بعد كده. لكن انك تشتغل وتتعب عشان تعمل شغل محترم يعمل لك اسم ويجيب لك شغل، دي الحاجات اللي نقدر نتحكم فيها، ولا حيله في الرزق ولا شفاعه في الموت يا حاج ابراهيم. وبالنسبه لاي شركه بتفكر تشغل جرافيك ديزاينر عندها، مش هتهتم ابدا هو تعليمه ايه، اللي هيفرق معاها هو الموهبه وشغلك اللي هتقدمه في البورتفوليو والسي في بتاعك. وزي ما قلت في الانترفيو بتاعي مع صديقي مصطفى مكرم، اني اصلا خريج كليه تجاره، يعني دبلوم صناعي او تجاري او حتى ما كنتش متعلم اصلا، ده ملوش اي لازمه. المهم الموهبه والتدريب والشغل اللي هتقدر تحققه لاي شركه بتقدم فيها. وحكايه بقى انك تختار البرمجه ولا الجرافيك، دي لا انا ولا انت هنقدر نفتي فيها دلوقتي. الكلمه الاولى والاخيره للموهبه بتاعتك، وزي ما فهمت من كلامك انت لسه بتتعلم، لكن طالما انك بتحب التكنولوجيا عامه ده هيسهل عليك حاجات كتير بعد كده، لان التعليم قرار بناخده وبننفذه. فخلينا نأجل شويه مساله التخصص دي لحد ما تتعلم وتشتغل على الاثنين وتشوف موهبتك ورغبتك هتوديك على فين وهتبدا في انهي مجال منهم اكتر، وربنا يوفقك. اما محمد عبد الله سأل عن كورس الموشن جرافر وبيقول: السلام عليكم، لو سمحت انا كنت عايز اخد الكورس بس للاسف انا في الامارات، في اي طريقه تانية يعني ممكن الكورس يبقى اونلاين؟ شكرا، برجاء الرد. ان شاء الله الكورس هيبقى اونلاين قريب جدا وبسعر رمزي كمان، بس هحدده بعدين لاني بشتغل على الموضوع ده الفتره دي، بس عايز اخد وقتي فيه علشان اقدم حاجه مختلفه وقويه تكون مصدر تعليمي محترم للناس اللي هتشتري الكورس ده. ومعانا سؤال من محمد جيمي بيقول: السلام عليكم، انا محمد 16 سنه من اسوان، بتعلم وبتدرب على التصميم والموشن جرافيك، ازاي اقدر اشهر نفسي واعمالي؟ سنك ممتاز جدا انك تبتدي بدايه صح وتخش وتجرب في مجالات كتير قوي لحد ما تلاقي اللي انت بتحبه. لازم تشتغل كتير قوي، وكل ما تشوف حاجه تعجبك تقلدها وتحاول توصل لنتيجه شبه اللي انت شفتها. وانا قلت الكلام ده كتير قبل كده. لازم كمان تعمل بروجكتس من افكارك انت اللي مخترعها ومصممها من غير مساعده حد. اشتغل على نفسك كتير قوي، اسهر، اتعب وذاكر. وتشهر نفسك ازاي بقى؟ اعمل بورتفوليو ليك في كل المواقع اللي بتقدم الخدمه دي، وكلهم ببلاش تقريبا، زي بيهانس، ديفيانت ارت، فيميو، يوتيوب. اعمل فيسبوك فان بيج، اعمل ويب سايت، ابعت شغلك لناس مشهوره واطلب منهم ان هم يشيروا شغلك لو عجبهم على صفحاتهم. اعرض شغلك في كل مكان تروحه، اتكلم عنه، عرف الناس انت بتعمل ايه. محمد اسماعيل سأل سؤال مهم جدا بيقول: السلام عليكم، انا اتفرجت على الحلقه بتاعت حضرتك مع مصطفى مكرم، ما شاء الله ربنا يوفقك. انا كان عندي استفسار صغير كده، بالنسبه للجهاز اللي بشتغل عليه محتاج ايه علشان يشتغل موشن كويس؟ هو الجهاز بي سي رام 16 جيجا، 2 سي بي يو زيون، جي بي يو انفيديا كواردو اف اكس 1800، بيشتغل معايا كويس بس في كتير ضعيف فيها زي بارتيكولرز، طبعا مش شغال اساسا اليمنت 3 دي. نصيحتك ايه اللي اقدر ادوره علشان الجهاز ده؟ سؤالك حلو جدا يا محمد وبتكرر معايا كتير قوي. جهازك راماته كويس، البروسيسور كمان كويس جدا، المشكله عندك في كارت الشاشه. افضل كارت شاشه لشغل الجرافيكس عموما هو انفيديا جي تي اكس. لازم وانت بتشتري اي جهاز لشغل الموشن او للجرافيكس تركز في الثلاث حاجات دول: كارت الشاشه، البروسيسور، الرامات. كارت الشاشه انفيديا جي تي اكس، بروسيسور اي 7، الرامات 8 وانت طالع.
السؤال التاني من محمد عادل زويل بيقول الكورس بتاع حضرتك بكام وامتى وفين، وايه اهم المواقع اللي فيها شغل وفيديوهات موشن جرافيكس بكل مجالاتها لزوم التغذيه البصريه يعني. الكورس حاليا انا بديه في سنتر اسمه برايت مايندز، وهحط اللينك والكورس وتفاصيله في الديسكربشن تحت تقدر تشوفه. وبالنسبه لاهم المواقع اللي بتغذيك بصريا في كتير قوي، زي مثلا بيهانس، فيميو، يوتيوب، ارت ستيشن موقع جميل جدا للالهام، وكمان فيديو هايف ممتاز عشان تقدر تتفرج على تمبلتس معموله بالافتر افكتس، وانا بالمناسبه دي ببيع عليه تمبلتس من تصميمي. تقدر تدخل على المواقع دي وتعمل عليها سيرش بجمله موشن جرافيكس. كل المواقع دي هحط لينكاتها في الديسكربشن تحت. وفي نهايه الحلقه بشكر كل الناس اللي سالتني وعرضت مشاكلها، وبوعد كل الناس اللي ما كانتش معايا في الحلقه دي ان هرد على اسئلتكم في الحلقات الجايه ان شاء الله، وههتم باي سؤال بيشغل بالكم سواء من حد جوه المجال او حد لسه بيتعرف عليه. كان معاكم محمد زازوق من zakworks.com، واشوفكم الحلقه الجايه والاساسيه من زاك توك. السلام عليكم.